وفي سؤال حرفيا بيجي في كل امتحانات الثانويه العامه، وهو السؤال بتاع، عشان اقسم بالله اصعب سؤال جه في امتحان العربي بتاع 2024 بالنسبه لي كان سؤال بقى مهم جدا جدا من كل الطلبه حرفيا، اللي هو اسمع لايفات المدرسين ولا ما اسمعهاش، وهل هي مهمه ولا ما اسمعش اي فيديو لايفات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلصنا اللغه الثانيه. سمعت ان الامتحان كان كويس، الفرنساوي كان كويس، والاسباني كان كويس، والايطالي كان كويس. الالماني كان فيه عليه كلام يعني ان هو رخم شويه، ودي بصراحه بشوف ان هم بيظلموا بتوع الالماني كل سنه برضه، بيحصل نفس الكلام. بيبقى امتحان الالماني صعب شويتين. صاحبي كان الماني فكان دايما بيشتكي من الالماني يعني ان هو صعب وكده. بس خلاص الحمد لله، ايا كان ايه اللي حصل سهل او صعب انساه، اردم عليه. الامتحان مش بيضيف المجموع، مش هيأثر في حاجه، اهم حاجه انك تنجح فيه وخلاص، وهتعدي باذن الله يعني، فما تقلقش. نخش بقى على العربي. والعربي هو اصعب ماده في الثانويه العامه، لازم تاخد بالك من ده. وان كان هو بالنسبه لي الصراحه طول السنه كان اصعب ماده هو العربي، لحد ما شفت امتحان الاحياء. بس خلينا متفقين كلنا ان الامتحان العربي هو واحد من اصعب امتحانات الثانويه العامه كلها، يعني ان لم يكن هو الاصعب كمان. ليه بقول لك كده؟ مش والله العظيم ده خويفك، بس عشان خاطر تاخد بالك انك داخل على ايه. لازم تاخد بالك انت داخل على امتحان عامل ازاي، فتستعد له كويس، تستعد له كويس قوي نفسيا ودراسيا ومن كل النواحي. لازم تستعد كويس للامتحان العربي. طيب هنعمل ايه بقى ونوزع ليله الامتحان العربي ازاي؟ طبعا الامتحان يوم 22/6 والنهارده 17/6، فانت حرفيا بتلعب في حوالي يعني 4 ايام ونص قبل الامتحان. لازم نبقى عارفين هنقسم الايام دي ازاي عشان ما تتخدعش وتضيعهم على الفاضي. اول حاجه النهارده بقيت يوم الامتحان الفرنساوي هنعمل فيه ايه؟ النهارده خد فيه حاجه خفيفه، حاجه تخلصها بسرعه، زي القصه خدها النهارده خلصها وخلص منها، عشان خاطر ما تجيش بقى تحل اسئله تلاقي القصه بتقف معاك. لا، النهارده ذاكرها وخلصها. طب هنذاكرها ازاي؟ اسمع فيديو مجمع القصه كلها لاي مدرس، مستر محمد صلاح، استاذ رضا فاروق، استاذ وليد محسن، اي حد فيهم. اسمع القصه مجمعه على بعضها في فيديو كامل، اسمعها واقعد اقراها مع نفسك مره بس. خلصت القصه على كده، وشوف بقى كام سؤال كده وخلاص. دي اول حاجه. تاني حاجه بقيه الايام بقى، عندك في 3 ايام 18 19 و20، دول هتخصصهم لمراجعه المنهج. ال3 ايام دول هراجع فيهم المنهج كله، لكن اخر يوم ده هنخليه للحل. تمام؟ يبقى اول 3 ايام هنخليهم لايه؟ لمراجعه المنهج. نمسك النحو اول حاجه قسمه على 3 ايام. خلي مثلا كل يوم 3 وحدات مثلا وخلصهم في يوم، وركز في النحو قوي على شويه حاجات كده بيكرروا، بيجوا كل سنه. ايه هما بقى؟ اول حاجه المفعول معه بيجي في كل الامتحانات حرفيا. تاني حاجه النائب عن المفعول المطلق، ده لازم يجي في الامتحان، ده لازم مفيش مفر، لازم يجي في الامتحان. تالت حاجه الممنوع من الصرف، وكمان الممنوع من الصرف بيجي باكتر من سؤال، يعني ممكن يجي اصلا اكتر من درجه على الممنوع من الصرف بس، فركز عليه قوي. رابع حاجه عندك الوحده الرابعه دي كلها لازم تركز عليها عشان بيجي منها كده سؤال في الامتحان. وبرده ركز على الوحده الثامنه المعظم بيركنها ومحدش بيذاكرها فبيكروتها. لا، ركز عشان خاطر في امتحاننا احنا جه عليها تقريبا سؤالين او سؤال مش فاكر، بس بيجي عليها اسئله والله العظيم ما حدش ينساها خالص. وبرده الهمزات ده لازم يجي عليها، لازم يجي سؤال على الهمزات ويعرفك بقى ده همزه قطع ولا الف فصل ومش عارف ايه وحاجات، لازم يجي سؤال عليها. وبرده بيجي اسئله على حته الايه، التقديم الخبر عن المبتدا وحذف الخبر وحذف المبتدا، لازم يجي عليها سؤال. فركز على الحاجات دي في النحو، يفضل تكتبها عشان خاطر ما تنساش تراجعها كويس. وفي سؤال حرفيا بيجي في كل امتحانات الثانويه العامه، وهو السؤال بتاع الحال المفعول لاجله، المقارنه بينهم، انت تعرف ان هو حال وانت تعرف ان هو مفعول لاجله. ركز على الحته دي قوي وحاول تحل عليها كتير عشان هتيجي في الامتحان، انا بقول لك هتيجي، وممكن كمان تيجي بدرجتين مش بدرجه واحده. فركز. النصوص والقراءه دول الحل بتاعهم ان انت تحل عليهم كتير كل يوم اقعد كده خد لك نصين وقطعتين قراءه حلهم، وحاول تسمع استاذ وليد محسن في النصوص والقراءه، عشان حرفيا اقسم بالله انا اللي انقذني فيهم هو استاذ وليد محسن، طبعا ليه فضل كبير عليا. فركز قوي ان انت تسمع الشرح بتاعه، اسمع الشرح بتاعه في النصوص والقراءه، بيعلمك ازاي تتعامل مع السؤال، وكل سؤال بصيغته تتعامل معاه ازاي وتتصرف مع السؤال ازاي في الامتحان. فركز قوي عليهم واسمع استاذ وليد محسن وحل عليهم كتير. واسمع برضو الشرح، يعني للاسف اسمع الشرح بتاع نصوص المنهج، خاصه نصوص المنهج مهمه جدا عشان هتعرفك ازاي تتعامل مع السؤال وشكل الاجابه تبقى عامله ازاي. يعني انت هتتعلم ازاي تكتب الاجابه من نصوص المنهج ذات نفسها. نيجي بقى الفرع مهم جدا والكل بينساه وبيركنه وبيكروته، ولكن هو مهم جدا جدا ودرجاته مضمونه، ودرجاته كتير الصراحه بس مضمونه، الا وهو التعبير مهم جدا، فركز عليه. طب هنعمل ايه في التعبير؟ برضو اسمع لمدرس مجمع التعبير كله في حصه واحده، حاول تسمع حاجات مجمعه على بعض، ما تسمعش جزء وجزء، لا حاول تجمع كله. فاسمع تعبير في حصه مجمعه. انا بصراحه كنت بسمع مستر رضا فاروق، فممكن تشوف اللي انت بتحبه واسمعه، وبعديها شوفه بيحل ازاي، اتعلم ازاي تكتب، خليه يكتب مثلا موضوع تعبير قدامك وانت اكتب نفس الموضوع،
اكتبه في نفس الموضوع، حاول تنقل نفس الكلام مره مع مره مع مره، هتلاقي نفسك اتعودت. ولازم تكتب كل يوم في الايام الجايه دي، تكتب كل يوم موضوع تعبير، لازم كل يوم عشان تتعود، عشان يوم الامتحان ما تجيش تقول لي ده انا ما بعرفش اكتب تعبير ومش عارف ايه، لا لازم تتعود تكتب تعبير. تاني حاجه لازم تتعود على الاختياري، عشان اقسم بالله اصعب سؤال جه في امتحان العربي بتاع 2024 بالنسبه لي كان سؤال الاختياري بتاع التعبير. انا فضلت خارج من الامتحان بعيط عشان خاطر السؤال ده، والدفعه كلها مقلوب عليه. فركز على السؤال التعبير الاختياري، ركز عليه قوي، حل عليه كتير. نيجي لفرع منسي لكل الناس، كل الناس بتنساه برضه، هو البلاغه. الناس بتكبر دماغها من البلاغه ومحدش بيحل عليها، لا بلاغه، ركز على بلاغه اولى وثانيه، دي اهم حاجه، حتى هي اهم من بلاغه المنهج بجد. فركز على بلاغه اولى وثانيه، وخاصه الاستعاره المكنيه وتشبيه البليغ. انا بقول لك هم دلوقتي الاستعاره المكنيه وتشبيه البليغ هيجوا في الامتحان. بص بقى الادب، عشان الادب عامل مشاكل كتير جدا للناس كتير قوي، وانا كنت بعاني مع العربي بسبب الادب، اه والله العظيم. فالادب الحل بتاعه الخلاصه ان انت مفيش وقت للحفظ دلوقتي، بس هتحفظ شويه حاجات اساسيه لازم تكون حافظها، هي السمات بتاعت كل مدرسه، والمآخذ اللي خدوها من المدارس اللي قبلهم، واسامي الشعراء، بس ما تحفظش حاجه ثانيه. دول اللي هيجي في الامتحان، السمات، المآخذ، واسامي الشعراء. المآخذ والسمات ممكن يجوا في اي سؤال يقول لك ايه المأخذ ولا ايه السمه، واسامي الشعراء عشان تعرف الشاعر ده تبع مدرسه ايه، مدرسه الابولو ولا مدرسه المهاجر ولا ايه، ايا كان المدرسه دي، فتعرفها من اسم الشاعر. وتحل بان انت حافظ السمات والمآخذ، تحفظهم كويس. وطبعا مش محتاج اقول تحل على الادب كتير قوي وتشوف انماط مختلفه على الادب، لازم تحل كتير قوي على الادب عشان الادب مهم جدا. سؤال بقى مهم جدا جدا من كل الطلبه حرفيا، اللي هو اسمع لايفات المدرسين ولا ما اسمعهاش، وهل هي مهمه ولا ما اسمعش اي فيديو لايفات. بص بصراحه اللي كنت انا بعمله ان انا ما سمعتش تقريبا ولا لايف او غير 2 او 3 بس لكل المدرسين. اللايف مهمته ايه؟ انك تشوف المدرس بيحل لايف قدامك وتتعلم ازاي بيحل. لكن بصراحه بشوف ان الشرح في اللايف مش هو ده الهدف، مش هو ده الهدف من اللايف. او انا داخل اللايف اعمل ايه في الشرح؟ طب ما شرح كتير على اليوتيوب، ليه اسمع اللايف يعني؟ واللايف بيبقى طويل قوي يعني. انا كان في مستر احمد صلاح بجد يعمل لايفات طويله قوي، حوالي مثلا 6 ساعات او 7 ساعات، وكذلك باقي المدرسين مش هو لوحده بس. في ناس بتستفيد، اللي بيستفيد من اللايف اتفرج على اللايف، لو انت بتستفيد منه اتفرج عليه وكمل عادي عادي زي ما انت ماشي. بس انا بشوف صراحه ان انا اذاكر مع نفسي احسن، فاهمني؟ يعني اذاكر مع نفسي، انا كده كده اصلا خدت شرح طول السنه، فليه اسمع شرح تاني؟ لا انا اقعد اذاكر مع نفسي الشرح ده انا خدته. لكن لو انا ما سمعتش الشرح اصلا، لا خش اللايف واسمع خلاص الشرح، فاهمني؟ فاللي انت هتستفيد من اللايف ايه؟ بصراحه اللي انا بشوفه ان انت تشوف جزء الاسئله، لو هو مثلا بيحل مثلا تعبير، بيحل نحو، بيحل قطع، فاهمني؟ فتخش تتعلم ازاي تحل الاسئله دي. انا سمعت لايف مستر محمد صلاح مره في اواخر ليالي الامتحان كده عن التعبير، كان بيحل تعبير واتعلمت ازاي منه بحل التعبير. برده مستر رضا فاروق اتعلمت منه برده ازاي بحل التعبير. وسمعت لايفات كتير لمستر وليد محسن في حل الاسئله، كان بيحل اسئله كتاب بيان، كنت بخش اسمعها، مهمه جدا جدا اسئله كتاب بيان، على الاقل اسمعها، ما تحلهاش انت بنفسك بس على الاقل اسمعها. ولازم تحل كل يوم شامل، على الاقل لازم تحل كل يوم شامل. فاللايفات الخلاصه بتاعتها ان انت لو بتستفيد منها اسمعها، مش بتستفيد حاول تستفيد بجزء الاسئله وتخرج، ما تطولش في اللايف عشان بيضيع وقت كتير وممكن ما تستفيدش منه اي حاجه. في الاخر بقى عايز اقول لك اللجنه يعني هتبقى مختلفه شويتين عن اللجان اللي فاتت، ايا كان بقى كانت سايبه خالص، ودي بصراحه مشكله. ساعات بيسيبوا اللجان قوي فعلا في المواد اللي هي غير مضافه في المجموع. في لجنتي برده كان الموضوع سايب شويه في اللجان، ما كانش في تفتيش اصلا في تقريبا في غير مضافه، لكن في المضافه لا التفتيش هيبقى شديد شويتين، بس ما تخافش، هو بس عشان خاطر ايه؟ دي اول ماده رسميه فعلا في الثانويه العامه العربي، فما تقلقش، هو الماده الجايه مختلفه شويتين، واللجنه ان شاء الله تكون كويسه. وبصراحه انا لما اشوف ان اللجنه تبقى شاده وماسكه كويس، ده في مصلحتك انت، ما يبقاش في غش، فمحدش هيتظلم. فما تتضايقش لما تكون اللجنه ماسكه ومحدش بيغش ومحدش بيتكلم، دي حاجه كويسه عشان خاطر تعرف تركز والدوشه. ولو حد اتكلم في اللجنه استاذن من المراقب وقول له بعد اذنك الصوت عشان انا مش عارف اركز. انا ياما والله العظيم كنت في لجنتي استاذن من المراقب واقول له بعد اذنك انا مش عارف اركز في الصوت، فيسكت الناس وهو ذات نفسه يسكت. كان المراقبين بيتكلموا كتير قوي، فكنت بقول لهم الصوت يا جدعان، يعني اسكتوا عايزين نركز، وفعلا كانوا بيستجيبوا الحمد لله. فما تكسفش، ده مستقبلك انت، فقول للمراقب انا مش عارف اركز، والصوت هيوقفك الصوت ان شاء الله. واخر حاجه لازم تنام بدري وتصحى بدري الايام الجايه دي عشان تظبط النوم، عشان تعرف تركز في اللجنه. ما تنامش اقل من 6 ساعات في الايام الجايه، اوعى تعمل كده، ما تنامش اقل من 6 ساعات عشان خاطر تعرف تركز وتكون فايق وتعرف تجمع، والمعلومات يعني ايه، نسيت، والمعلومات تتحفظ كويس في المخ وتبقى عارف تسترجعها بسرعه، ماشي؟ وما تنساش ادواتك القلم الرصاص، قلمين جاف، المسطره مهمه جدا، والاله الحاسبه خدها معاك عشان تيجي 9 كام في امتحان 23. وعندنا برده كان في سؤال في ارقام، خد قلم حاسب معاك احتياطي، والله العظيم مش بهزر يعني، خدها معاك وخلاص مش تخسر حاجه. وازازه الميه مهمه جدا عشان خاطر الناس بتتوتر في الامتحان وريقها بينشف ومش عارف ايه ومش عارفه تركز وبيبقى عايزه تنام، فالميه بتعمل ريفرش كده للمخ فخليك تركز، خد معاك ازازه ميه. واخر حاجه عايز اقول لك ان انت في ليله الامتحان الاخيره بالليل حاول تجمع كده اهم الحاجات اللي انت بتغلط فيها او بتنساها بسرعه في ورقه، عشان دي اللي هتبص عليها بس يوم الامتحان الصبح. ما ترجعش اي حاجه يوم الامتحان الصبح غير الورقه دي. هتجيب ورقه كده بيضه تجمع فيها كل الحاجات اللي انت بتغلط فيها، الحاجات اللي انت بتنساها تجمعها في الورقه دي، وتخلي الورقه جنبيك
تصحى الصبح باذن الله قبل الامتحان مثلا بساعه كده ساعتين، تقعد ايه تقرا الورقه دي وتراجع عليها بسرعه. طبعا تصلي الصبح في وقته ده لازم، وتصلي ركعتين قراءه حاجه بعد ما تخلص تمشي على الامتحان. تحاول تخرج قبل الامتحان بحوالي نص ساعه بحيث توصل مثلا المدرسه قبل الامتحان بربع ساعه، مش اكتر من كده، عشان خاطر ما تراجعش مع حد، ما تقعدش بقى تراجع المنهج كله وانت واقف مع زمايلك، لا بيفضل ما تتكلمش اصلا في اي حاجه خالص، تفضل ساكت كده تذكر ربنا وخلاص. اللي ذاكر بذاكر وقتها بقى فانسى، ماشي. وادخل اللجنه وبرضه اذكر ربنا وانت قاعد، وهيجي لك الورقه باذن الله. تقعد بقى ايه تكتب بياناتك وتكتب رقم الجلوس وتسجيل رقم الجلوس وتسجيل النموذج. النموذج مهم جدا اوعى تغلط فيه، وبرضه في رقم الجلوس اوعى تغلط فيهم، ده اهم حاجه. بعدين بقى تبدا بسم الله، تقرا ايه الكرسي، وتقرا اواخر سوره البقره المعوذتين، تقرا رب اشرح لي صدري الى اخره، وبس تبدا بسم الله تحل. وعند كل اختيار تذكر ربنا كده ايه لعل الله يعني يخليك تختار صح باذن الله يعني مع مذاكرتك باذن الله. ان شاء الله تيجي مبسوطين من امتحان العربي، وباذن الله خير ما تقلقوش، وربنا معاكم. سلام.